الحملة الوطنية للتضامن إقبال ملحوظ على اقتناء إشارات التضامن للانخراط بشكل فعلي في هذه العملية الإنسانية. النموذج من إحدى الصيدليات بالدار البيضاء في روبورتاج إبراهيم أفاق ومصطفى ودة. مع انطلاق الحملة الوطنية للتضامن تنخرط الصيدليات بكل وعي في بلورة الأهداف النبيلة لهذه الحملة، حيث تساهم هي الأخرى في بيع إشارات التضامن لزبنائها الراغبين في التجاوب مع هذه المبادرة، وبالتالي بلورة أهداف هذا العمل الإنساني الخيري. الاسبوع ديال التضامن اللي شرف عليه جلاله الملك محمد السادس نصره الله. حنا كصيادله حنا انخرطنا فيها وكنوصلوها للناس اللي كيشريو الادويه. كان تجاوب من طرف المواطنين كياخذوها بسهوله لان حتى هما بغاو يساهموا في هذه الحمله هذه. مناسبة لا تمر دون انخراط الدائم للمغاربة في تجسيد قيم النبيلة التي تميز المجتمع المغربي، ومد يد العون لكل من هو في أمس الحاجة لمثل هذه المبادرات الإنسانية، والتي تهدف بالأساس التخفيف من معاناة الطبقة المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة وبلورة مشاريع اجتماعية واقتصادية. أنا شفت الأنونس ديال البارح، شفت في التلفازة وقريتها في الجورنال، وجينا ناخذوا نساهموا حتى حنايا في باش نساعدوا الفئه المهوزه. هذا لو جيست البسيط اللي تنديروه حنا دابا باقتناء هاد لي بادج غادي يعود بالنفع ببناء بعض الدور ديال الطالب وكذلك مراكز للتكوين تكوين الطلاب. ومن هذا المنبر ديال الاذاعه والتلفزه المغربيه انا تنقول لكاع المغاربه المواطنين المغاربه باش يقتنيوا هاد الشارات. هي دعوة للكل من أجل الانخراط في تفعيل مضامين هذه الحملة الوطنية للتضامن، والتي بفضلها مجموعة من المشاريع التنموية رأت النور وعادت بالنفع على العديد من الفئات الاجتماعية التي استفادت بشكل أو بآخر من هذه الحملة.